السلام عليكم حبابي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديالتي في تحضير الكيكه بالجزر. المكون الاساسي بطبيعه الحال غيكون فيها هو خيزو. غادي ناخذوا 4 ديال البيضات ما يكونوش في الثلاجه، وغادي نديروا معاهم 300 غرام ديال سكر سنيده، وغادي نسمو بسكر فانيلا او خنيشه ديال الفاني. وغادي نديروا واحد القبيصه ديال الملح. الاكيد انكم غادي تشهاو هذه الكيكه هذه تحضروها في البيوت ديالهم، لان عن جد كتجي هشيشه وكتجي لذيذه وكتجي طريه وكتجي مختلفه على الكيك اليومي ديالنا. غادي نحاولوا نخدموا هاد 4 ديال المكونات واحد المده ديال 4 ديال الدقائق حتى ل5 ديال الدقائق، حتى كنحسوا بان الحبيبات ديال السنده ما بقاوش كيتغزوا لينا في لو بول. وايضا كنشوفوا اللون ديال هاد لاباغي هادي كيولي بيض وكيولي مهوي، وايضا كيولي كريمي. غادي ندير 150 مليلتر ديال الزيت. بالنسبه للمقادير هنايا كتعطيكم واحد الحجم عائلي، ممكن تحضروها للضيوف وايضا للكوتي لوليداتكم، كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للزيت غادي نخلطوها غير شويه، غير تندمج شويه مع باقي المكونات. ثم غادي نحيد الطراب الكهربائي وغادي نستعمل لا سباتول. هنايا غادي ندير النواشف. عندنا 160 غرام ديال الدقيق الفورس. غادي نديرو معاها خميره ديال 15 غرام ديال الخاصه بالحلويات بطبيعه الحال. كنوصيكم دائما على انكم تغربلوا هاد المواد هذه، لان بفعل الرطوبه كيكونوا دوك الحبيبات ما تيجيوش زوينين في العجين ديالنا. غادي ندير معلقه صغيره ديال القرفه ونص معلقه ديال السكينجبير. الاضافه ديال القرفه والسكينجبير كتزيد اللذه والمذاق لهذا الخليط هذا او لهذا الكيك هذا، كتجي لذيذه وكتعطي واحد الريحه وواحد النكهه خاصه. غادي نحاولوا نخدموا غير بلا سباتيل باش نحاولوا ندمجوا هاد المكونات مع بعضياتها وما نطفيوش الخليط ديال البيض والسكر. كيف كتعرفوا اننا خدمنا البيض واحد المده ديال 4 ديال الدقائق او 5 ديال الدقائق حتى تهوى مزيان وطلع وتبدل اللون ديالو ولا ابيض ولا على شكل كريمي. دابا غادي نضيفوا معاه النواشف بواحد الطريقه ديال الخلط من التحت للفوق. هنايا درت 50 غرام ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو، ما نحمروه ما والو لان باقا الكيكه غادي طيب. الا بغيتو تغيروا اللوز بالكركاع او بغيتو ديروا الزبيب، بغيتو ديروا اي نوع من الانواع ديال المكسرات حاضر عندكم غير لاضافه النكهه فقط. بالنسبه للاضافه ديال اللوز كيبقى اختياري. هنايا درت لو زيست او المبشور ديال 3 ديال البرتقالات. ما تجيكمش كثيره البنات لان اللذه ديال البرتقال مع هاد الكيكه هذه كتجي رائعه لذيذه بزاف. وغادي ندير 4 ديال خيزو محكوك او الجزر المبشور. هنايا حكيتو بالحكاكه الرقيقه باش باش ما كيجيش باين بزاف وما كيجيش غليظ بزاف في الكيكه ديالنا. غادي نستمر في الخلط. كيف كتشوفوا الخليط ديالي كيجي على هذا القوام هذا. غادي نبقى مستمره بحال هكا حتى نحس بانهم اندمجوا مع بعضياتهم، بان المكونات كلها تخلطات مزيان. وغادي نمروا لتحضير باقي مراحل الكيك. عن جد واحد المفاجأة في هذا الكيك هذا، لأن ملي كنصايبوه بالخيزو أو بالجزر كنقولوا يعني واحد الحاجة شوية بعيدة على المذاق ديالنا المعتاد، ولكن من بعد ما غادي تصايبوها وغادي تذوقوها غادي تشوفوا بأنها كتجي لذيذة وكتجي هشيشة وكتجي بنينة بزاف، والوليدات غادي يحبوها واخا فيها خيزو. هنا غادي ناخذ واحد اللاطه تكون شوية كبيرة بحجم عائلي، وغادي نفرغ فيها الخليط ديالي من بعد ما غلفت اللاطه بالورق ديال الفران. يستحسن نستعملوا البابيي باش ملي نبغيو ننزلوا الكيك من اللاطه ما كيتكسرش معنا، لان العجينه عن جد الكيكه عن جد كتجي هشيشه بزاف وكتجي رطبه ويعني وخصنا نحافظوا عليها حتى نكملوا باقي مراحل تحضير الحلوه ديالنا. بطبيعه الحال درتها في الفران على درجه الحراره 170 الى 180، ونحاولوا نراقبوها باش ما تحرقش لينا لا من الفوق ولا من التحت. تقريبا كتاخذ معكم واحد 25 دقيقه. هنا خديت اي جبن كريمي متواجد عندكم في البيت، يعني ممكن نديروا جبلي او لا ريكوتا او لا فيلادلفيا او لا اي فرماج عندكم. غادي نضيفوا معاه السكر حسب الذوق. انا هنا درت 2 بواطات ديال 2 علب ديال الماسكاربون، ودرت معاهم 250 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نحاول نحضر لا ساك بوش ديالتي باش ندير الكريمه من بعد فاش نقوم بالتزيين ديال الكيكه ديالي. هنايا الطريقه كيف كتشوفوا كتجي سهله هكا بالاستعانه بالكاس. الا
بغيتو ديروا شي طريقه واحده اخرى اللي مستانسين بها بحال الكيك ديالنا من بعد ما خرج من الفران اللي كنوصيكم عليه انكم تخليوه يبرد على الاقل واحد ربع ساعه، ومن بعد كنقلبوه فوق البابي عاوتاني فوق واحد السطح ديال العمل، وكنحيدوا الكارط ديالو كيف كتشوفوا كيتحيد بسهوله، وكنحافظوا على الشكل ديال الكيك ديالنا. هنايا غادي نحاول نحيد الجناب لانني بغيت نقطع الكيكه ديالي على شكل حصص فرديه. ممكن ايضا تقدموا الكيكه ديالكم هكا صاينه كيف ما هي. على اي هذا كيبقى اختيار. انا فضلت انني نديرها على قطع صغيره كتجي فرديه كتجي احسن. كيف كتشوفوا الكيكه هشيشه بزاف. غادي ناخذ واحد يعني واحد الكرتونه اللي كنحط عليها الحلوه، وناخذ بالعبار ديالها ونقطع هكا الشكل ديالها المستطيل. ممكن ايضا تحطوا الحلوه في شي كويغطات او لا طبيصلات عاديين كيف ما بغيتوا. انا هاد الطريقه هذه كتجيني احسن لان كتعطيني واحد النظام في الحلوه. هاد الجناب بطبيعه الحال انا ما غاديش نرميهم، غادي نخليهم ونحطهم لوليداتي فيما بعد. صافي وغادي ناخذ لا ساكابوش كيف ما وجدتها من قبل راكم شفتوا معايا، وغادي نحط الكريمه فوق الكيكه ديالتي. كتجي لذيذه 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 بزاف عن جد البنات. كنتمنى انكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. هنايا بالنسبه للكريمه ممكن تستعملوا اي كريمه متواجده عندكم، حتى الا ما كانش متوفر عندكم الجبن ممكن ايضا ديروا الكريمه السائله يعني اللي كنديروا في لي طارت، او لا ديروا فقط سكر كلاصي، ولا ديروا القرفه، ولا ديروا اي حاجه تزينوا بها الكيك ديالكم من الفوق. النتيجه اللي حصلت عليها من بعد ما حطيت الكريمه فوق الكيكه هي هذه. دابا غادي ناخذ واحد البرتقاله وغادي ندير واحد شويه ديال القشره محكوكه من الفوق، كتعطي واحد اللمسه تزيينيه بطبيعه الحال. داك اللون ديال البرتقال حتى هو ايضا كيعطينا واحد المنظر غزال كيف كتشوفوا معايا عبر الصوره. هنايا غادي نزيد الاضافه الثانيه هي اللوز كونكاسي. الا بغيتوا تعوضوه باي حاجه اخرى من المكسرات بحال الزبيب او لا بحال الكركاع، ايضا ممكن تستغنوا عليه في مره وتحتفظوا غير بالقشره ديال البرتقال. المهم في التزيين هو اننا كنستعملوا دائما شي حاجه اللي عندها علاقه بالمكونات ديال الكيك. يعني هنايا ممكن نحطوا القرفه او المكسرات او البرتقال او اللوز، على حسب اللي كان متوفر عندنا وسهل علينا اننا نزينوا به. راه كيجي رائع عن جد البنات. فكره رائعه لذيذه بزاف وجديده. يعني كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليه في التعليق. اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه كنقول ليه مرحبا بك، اشترك معايا وشجعني لان المحتوى ديالي كنتمنى انه يوصل للجميع مادام هو محتوى جيد ويعني محترم. ايضا ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق ديالكم الجميله. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.